السلام عليكم ورحمة الله. وياكم أخوكم كاسكيا وطن. اليوم بشرح لكم تطبيقين حلوين، واحد أحلى من الثاني. التطبيق الأول يخليك تتحكم بالأيقونات. شوف سيدي، أرفعها وأثبتها. التحكم بمكان الأيقونات بالتشكيلة اللي تحب أنت. والتطبيق الثاني تشوفون الشاشة المتحركة، خلفية الآيفون. فنشرح لكم أول شيء التطبيق الأول اسمه جريد لوك. نروح للسيديا، ونروح لمحرك البحث، نكتب اسمه GRIL F1D جريد لوك. تشوفون عنده علامة صح. التطبيق هذا تضغط عليه وتروح تسوي له انستول، وبعد ما تخلص بس تسكر الايفون من الباور وترد تبطله مرة ثانية، تبدأ التحكم بالايقونات. طبعا ما له ايقونة تلقاها على الايفون، بس تقدر تتحكم بالايقونات على كيفك بالشكل اللي تحب. التطبيق الثاني نروح ماجيك. طبعا يحتاج سورس، تضغط على سورس. السورس راح يطلع لكم على الشاشة، موجود عندي هنا. تضغط edit، بعدين add، بعدين تدخل السورس اللي تشوفه على الشاشة. بعد ما تدخل السورس تروح لنفس السورس، تضغط عليه وتنزل مثل ما قالوا حبتين. موجود هني بيويل بيبر 2.4 الإصدار الخامس. تسوي له انستول وتنزله عندك. بعد ما تنزله عندك تحصل ايقونته عندك بالايفون. هذه ايقونته. تدخل البرنامج، تروح للاختيار الثاني اللي هو ماجيك. تحصل فيديو فوق واكو فيديو تحت. طبعا الفيديو تحت اذا فتحتها في اشكال تختارها متحركة، تخليهم خلفية الايفون اول ما تبطله. قبل ما تفتح القفل تحصل لك شكل الاشكال اللي تحبها، بحر، مطر، في شغلات كثيرة. اللي فوق تبطل الفيديو اللي فوق وتروح الاديت مور فيديو، تضغط عليها. عندك 4 مجلدات، كل واحد فيه صور متحركة تختلف عن الثاني. نضغط الأول، تشوفون الصورة متحركة. هذه أشكال، تختار الشكل اللي تحبه واللي يناسبك. أي شكل تختاره مجرد أنك تضغط على الشكل، شوف راح يسوي عندك داونلود، راح ينزل عندك الشكل. بعد ما ينزل ترجع باك وترجع بعد، راح تحصل الشكل اللي انت سويته داونلود عندك. تضغط عليه وراح يطلع على اليمين علامة صح. بعدين تضغط باك وباك وتطلع من البرنامج. راح يطفي الايفون ثواني، بعدين يشتغل وتشوف الشكل شغال وياك. ان شاء الله يكون عجبوكم البرامج، وان شاء الله اي شيء جديد راح اشرح لكم وانزل لكم. ومشكورين على المتابعة، وما عندي شيء اقوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.